لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. يشهد المغرب تقلبات مناخية وشحا في الموارد المائية، ولمواجهة هذا التحدي لجأت بلادنا إلى الاستمطار الصناعي كحل لتعزيز المخزون المائي. وفي الوقت ذاته خلال الساعات الأخيرة تم تسجيل تساقطات مطرية قياسية في بعض المناطق المعروفة بطبيعتها الصحراوية والجافة، حيث سجلت مدينة تاغونيت بإقليم زاغورا أعلى كمية أمطار ب170 ملم، تلتها محميد الغزلان ب90 ملم، كما تم تسجيل 76.4 ملم في أيت التاوس بإقليم الرشيدية و65.8 ملم في إركيساني بنفس الإقليم. وفي طاطا بلغت الأمطار 53.5 ملم في فمزقيد و50 ملم في آقا. وتسببت هذه الأمطار في تشكل سيول جارفة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية والممتلكات في العديد من المناطق. وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تحولت شوارع إلى أنهار، وكيف غمرت مياه الأمطار بعض المنازل في القرى، وجرفت أشخاصا وحيوانات وسيارات وغيرها كما يظهر على السوشيال ميديا. وتأتي هذه الأحداث المثيرة للاستغراب في وقت لا زالت جل المناطق المملكة تعيش أجواء فصل الصيف، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار أن تقنية الاستمطار هي سبب الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة. ومع تزايد حدة الأمطار والسيول تحدث الكثيرون إذا ما كانت عملية الاستمطار الصناعي التي يستخدمها المغرب لتعزيز الموارد المائية قد ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. في هذا السياق أوضح الحسين عابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية أن عملية الاستمطار الصناعي في برنامج غيث تخضع لبرنامج علمي دقيق ومعايير دولية صارمة، مشيرا إلى أنه لم تتم أي عملية تلقيح للسحب خلال التقلبات الجوية التي شهدتها مناطق الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والتي كانت السبب الرئيسي في الفيضانات، موضحا أن عملية الاستمطار لا تتم في مثل هذه الظروف الجوية القصوى، وأن السيول الحالية هي نتيجة طبيعية للتقلبات الجوية الحادة التي يشهدها المنطقة والتي تأتي في إطار التغيرات المناخية العالمية. وكانت أكدت المديرية أن برنامج غيث يعد برنامج وطنيا ذو أهمية كبيرة وله تأثير إيجابي على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على تقنيات متقدمة تشمل تلقيح السحب باستخدام طائرات مخصصة مثل كينج آير 200 وألفا جيت، بالإضافة إلى مولدات أرضية مزودة بمولدات خاصة لنشر مواد مثل نترات الفضة في السحب لزيادة التساقطات المطرية. كما أشارت المديرية إلى أن هذا البرنامج يخضع لمراقبة دقيقة ويتم تنفيذ التدخلات بناء على تحليل علمي لحالة الجو، وتجنب أي عملية تلقيح قد تشكل خطرا على المناطق المعنية. وأكدت المديرية أن الاستمطار الصناعي يهدف إلى زيادة التساقطات المطرية والثلجية لتعزيز الأمن المائي بالمغرب ودعم القطاع الفلاحي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثار الجفاف نظرا لمشكلة نقص الماء. هذا وأكد مصطفى العيسات الباحث والخبير في المناخ والتنمية المستدامة أن إمكانية هطول الأمطار بفعل تقنية الاستمطار الصناعي تبقى محدودة أساسا ولا تتعدى نسبة 20%، مؤكدا أن هذه الأمطار لا تؤدي إلى أي فيضانات لأنها لا تسقط بكميات كبيرة. وفي ظاهرة جوية لم يشهد المغرب منذ سنوات، شهدت عدة أقاليم بالمملكة تساقطات مطرية رعدية قوية تسببت في وقوع سيول جارفة وفيضانات غير مسبوقة ببعض مناطق المغرب في فصل الصيف وفي مناطق معروفة بطبيعتها الصحراوية. وكان قد أوضح علماء أن ظاهرة الفيضانات المفاجئة التي يشهدها العالم خلال الأسبوع الماضي بعد موسم من موجات الحر القياسية تفاقمت بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي جعلت الأرض أقل قدرة على امتصاص المياه، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وهو فعلا ما أكده مرصد كوبرنيكوس لتغيير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أن الصيف عام 2024 كان الصيف الأكثر سخونة في العالم منذ تسجيل درجة الحرارة. وذكر مصدر كوبرنيكوس في بيان له أن غشت 2024 هو الأشد حرارة على مستوى العالم، إذ ارتفعت الحرارة بمقدار 0.71 درجة فوق المتوسط المرجعي لفترة 1991-1920.